موزو في ألمانيا محروم ويعلم إيناس العادات السورية. موزو محروم من العائلة والبيت العائلي. إلي زمان ما فايت على بيت عيلي صراحة، وهذا الجو محروم منه هيك إلي زمان وفترة. شوفوا هاي القعدة هيك والراحة بتحسوها. انت شو بدك؟ عم ترجع عم بتخيل بيتنا والله ان شاء الله بيكون عنا احلى منه، ديكور احلى. المهم هلا خلصنا اكل انا وايناس، فجايين بدنا نقعد كلياتنا هون بأوضة القعدة. شوفوا مثلا هيك جو العيلة. ايناس بكره مثلا بالمستقبل شايفة هدول عنا. تعي هدول عنا حلويات سورية بتعرفيهم؟ هدول؟ فكرتها أوروبية. لا شو أوروبية، ثواني. هذا شو بدك منه؟ هذا شوكولا عادي. فكرت هذا. هاد شوكولا هادون. ايه هدول بعرفهم، فرجيتني. هاي اللي ما بتعرفيها. هاي انا وصغير اقسم بالله يا ايناس كانت لما امي تروح على العرس تمام بيحطون هدول علبة ضيافة صراحة هيك. ايه شوفي هيك ايه شغلات 4 أو أكثر، يعني هيك شغلات بيحطوا بكل علبة 4-5 قطع شغلات حلو. فبس يخلص العرس بيوزعون على المعازيم وبياخذ كل واحد وحدة. كنت دائما وصية لأمي تاخذ لي 4-5 علب بالضيافة إنه تسرق أو حدا آخذ كذا، بس مشان هي كنت حبها كثير. شو فيها هي؟ ايه كثير بحبها. لا بدوقيها وبتعرفي يعني اترك الشوكولا وكذا، افتح ال5 علب اخذ من هاي. خبيت له لكم هدول. جينا عمر قلنا له بدنا نجي نعمل ما في عيديه، قلنا له ابوك ما يعطينا عيديه. قلت له جيب لي حلوان تبع البيبي، ما جاب لي حلوان تبع البيبي. وين جده؟ قلت له جيب لي حلوان تبع البيبي، ما جاب لي. قال لي لما بجيب لك. تعالوا لعندي باركولي. هذا بنجي إنه لا تجوا مشان ما ناخذ بالعلب الضيافه. يعني بيخصصوا علب عرفتي؟ اوكي. فالعلبه بتكون مكونه هكذا نفس هذا الشيء. شوفي واكلهم هيك دفعه واحده، يعني كنت لدرجه مو طبيعيه مجنون فيها. بحبها ما كثير. جيت عيطني بشو بالعيد جيت قلنا له لعمر بدنا نجي نعمل. ايناس تعالي نجرب هلا انا وياكي. هي شو اسمها قلت لي عمي؟ هريسة اللوز. هريسة اللوز. ما بعرف والله اسمها، ما بعرفه، كنت اكلها بس. عن جد؟ على حظ اليوم كذا الصفقة الحلوة. شوفي هو لا هذا الاخضر اللي بقلبه شو؟ فستق حلبي مهروس. هذا فستق حلبي او لوز ملون؟ متغير طعمه كأني ولا انا خرفت كبرت. نعم ما عملك هيك لا. إذا زمان ماني اكلها. يمكن يا اما هون بالمانيا ما عم يعملوها مثل والله. هذا راحة بس طيبة ماشي حالك. هدول عندنا بالاعراس اجباري على كل طاوله علبه ضيافه.